رسميا تشكيل الزمالك مباراته امام الاسماعيلي، ودي مش مباراه سهله، انها مباراه الاستمرار في الصدر. المباراه هتكون يوم الخميس الساعه 5 مساء. فلو مش مشترك في القناه اشترك واعمل لايك ويلا بينا. وقبل ما نبدا عايز اقول لك ان محمد صبحي حارس نادي الزمالك حاصل على جائزه افضل لاعب في شهر اغسطس في نادي الزمالك، فعشان كده هنحطه في التشكيله الاساسيه بنسبه 100%. محمد صبحي مع نادي الزمالك في الموسم ده مع فيريرا عامل اداء ممتاز جدا جدا، وده اللي قلته لك قبل بدايه الموسم. قلت لك ان محمد صبحي هيبقى اساسي مع فيريرا وهيعمل موسم تاريخي. محمد صبحي حاليا افضل حارس في الدوري المصري. وبعد كده هنروح لقلوب الدفاع، وقلوب الدفاع فيه تغيير كبير جدا. الونش موقوف 3 مباريات، في ال3 مباريات دول راح منهم مباراه امام المصري لعب فيها محمد اسماعيل. محمد اسماعيل عامل اداء كويس جدا جدا مع نادي الزمالك، لعب مباراه واحده مع نادي الزمالك امام نادي المصري، عمل مباراه تاريخيه، والونش ذات نفسه اشاد بمستواه وقال ان هو مدافع للتاريخ مع نادي الزمالك. فمحمد اسماعيل اساسي مع نادي الزمالك امام الاسماعيلي بنسبه 100%. نروح بقى للاعب اللي جنبيه واللي حاصل مشاكل بسبب تجديد العقد، والمشاكل دي تتحل ان شاء الله وهيجدد عقده مع نادي الزمالك. لكن اللي عايز اقول لك ان حسام عبد المجيد مستمر مع نادي الزمالك، وحسام عبد المجيد اساسي مع نادي الزمالك امام الاسماعيلي بنسبه 100%. قلوب الدفاع لنادي الزمالك امام الاسماعيلي هو محمد اسماعيل، وهيكون جنبيه حسام عبد المجيد. ونروح بعد كده للباك رايت، والباك رايت الاساسي في نادي الزمالك هو عمر جابر، ما فيش غيره. وعايز اقول لك على سر تالق عمر جابر امام المصري المباراه اللي فاتت. عمر جابر كان مكانه على الدكه، اللاعب البديل ليه على الدكه كان بارون اوتشينج، واللاعب ده سريع ولاعب ممتاز جدا جدا، ولو خد فرصه في نادي الزمالك عمر جابر عرف ان هو هيقعده دكه. فعشان كده عمر جابر كان بياكل النجيله حرفيا، وعمل مباراه من احسن مبارياته مع نادي الزمالك في التاريخ. فعمر جابر هيكون اساسي امام الاسماعيلي بنسبه 100%. وهنروح بعد كده للباك ليفت، والباك ليفت في نادي الزمالك فيه لاعب ممتاز جدا وعمل مباراه جيده جدا امام المصري، وهو محمود بنتايج. محمود بنتايج عمل مباراه امام المصري من افضل المباريات في تاريخه. مباراة كانت كويسة جدا جدا دفاعيا ومتوسط هجوميا، وده اللي كان عايزه منه فيريرا في مباراة امام المصري، لان المصري عنده هجوم قوي جدا جدا، فكان محتاجه دفاعيا اكتر ما كان يحتاجه هجوميا. وعنده البديل ليه فتوح ما يكونش اساسي لانه لاعب مهمل جدا جدا في حق نفسه، اللاعب من حفلات لسهر، لاعب دمر نفسه بنفسه، فاللي هيكون اساسي بنسبة 100% هو محمود بنتايج. كده هنروح لخط وسط مدافع، وخط وسط مدافع في نادي الزمالك فيه دونجا، ودونجا بنسبه 100% هيكون اساسي. لكن هي بقى المشكله ان هو عنده لعيبه كتير مستنياه بره، لكن دونجا بيعمل مستويات تاريخيه مع نادي الزمالك. دونجا جمهور الزمالك بدات تحس ان هي عنده خط وسط مدافع ليه القيمه، بيعرف يعمل تمريرات، بيعرف يقطع الكور، بيعرف يعمل كرات طوليه، بقى يعرف يسدد. دونجا بيطور نفسه تطور ملحوظ جدا جدا، لكن عنده على الدكه هيكون محمد شحاته بنسبه 90%، هيرجع من الاصابه وهيكون على الدكه، فبنسبه 100% هيكون دونجا اساسي امام الاسماعيلي. بعد كده هنروح لمركز 8، ومركز 8 فيه لاعب مهما اعيد وازيد واشكر فيه اللاعب ده مش هديله حقه، وهو عبد الله السعيد. عبد الله السعيد في نادي الزمالك عامل اداء جبار، يعني تخلي مدير فني يجي ويعتمد على لاعب عنده 40 سنه، لا يبقى ده عقليه محترفه فعلا. لاعب عنده 40 سنه لكن والله من افضل لاعبين نادي الزمالك اللي بيعتمد عليهم فيريرا في خط الوسط، بيعتمد على عبد الله السعيد اكتر من ناصر ماهر. عبد الله السعيد بنسبه 100% اساسي مع نادي الزمالك امام الاسماعيلي. نروح بعد كده لمركز 10، ومركز 10 فيه ناصر ماهر. بعد ما كان مهدد، ناصر ماهر كان مهدد ان هو يطلع من التشكيله ويخش مكانه احمد حمدي، لكن رسميا ناصر ماهر ثبت في تشكيله نادي الزمالك. لكن الكلام ده لو بعد عن السوشيال ميديا، ناصر ماهر لو بعد عن السوشيال ميديا اساسي مع نادي الزمالك، وهيكون مع منتخب مصر. ايوه زي ما بقول لك كده، منتخب مصر هيضم ناصر ماهر في التوقف الدولي القادم. منتخب مصر هيكون معاه ناصر ماهر يا في التوقف الدولي القادم يا هيكون معاه في كأس افريقيا. بعد كده للجناح الايمن، والجناح الايمن فيه افضل لاعب في نادي الزمالك حاليا، مش من افضل لاعبين نادي الزمالك، لا ده افضل لاعب في نادي الزمالك حاليا في الجناح الايمن، وهو خوان الفينا بيزيرا. خوان الفينا بيزيرا في نادي الزمالك حاليا هو افضل لاعب في نادي الزمالك. اللاعب حاليا بيفك تكتلات دفاعيه في نادي الزمالك. يعني هتقول لي ان هو بيطلع اصلا من الدقيقه 70، ما انا بقول لك بيطلع من الدقيقه 70 لان في حاجه، بيطلع من الدقيقه 70 لانه بيكون تعب، تاني حاجه بيكون المدير الفني خد منه اللي هو عايزه، يعني بيكون كسب الماتش وخلاص فبيطلعه بالتالي عشان ما يتعبش وما يحصلوش اي اصابه. فاخوان الفينا بيزيرا بنسبه 100% اساسي مع نادي الزمالك امام الاسماعيلي.
نروح بعد كده بقى للجناح الايسر، والجناح الايسر في نادي الزمالك رجع له تاني مره اخرى شيكو بنزا. شيكو بنزا اللي الزمالك عمله مع شيكو بنزا ده عجبني جدا جدا، لان انت خليت اي لاعب يخاف يتاخر لا يخرج بره التشكيله خالص، يعني مش هيقعد على الدكه، لا يخرج بره المباراه، يخرج بره القائمه. فده النادي الزمالك، والقرار ده مش جاي من المدير الفني، لا القرار ده جاي من جون ادوارد. جون ادوارد في نادي الزمالك مسيطر حاليا وحاول يهدي نادي الزمالك، وماشي بطريقه صح جدا جدا مع نادي الزمالك. الفريق ماشي في مستويات جباره، يعني نادي الزمالك عمل افضل بدايه للدوري في تاريخه. فبالتالي بنسبه 100% شيكو بنزا هيكون اساسي مع نادي الزمالك امام الاسماعيلي، يعني مش هيرجع يقعد دكه، لا ده شيكو بنزا هيرجع يلعب اساسي مع نادي الزمالك، لانه من الركائز الاساسيه في نادي الزمالك حاليا. فبنسبه 100% شيكو بنزا اساسي مع نادي الزمالك امام الاسماعيلي. نروح بعد كده للمهاجم والمهدد تهديد كبير جدا، فكك من الجون اللي جابه. الجون اللي جابه ده جون تافه تافه، يعني انت عايزه يضيع كوره على الخط، لا الكوره دي يعني اي حد يجيبها حتى لو حارس مرمى هيجيبها. فبالتالي عدي الدباغ مهدد بالغياب امام الاسماعيلي. طب مين اللي هيكون مكانه؟ عمر ناصر. عمرو ناصر ده اللاعب اللي هو نزل متع جمهور نادي الزمالك، يعني نزل في اخر ربع ساعه، في اخر 10 دقائق متع جمهور الزمالك حرفيا، وبالتالي فريرا بيفكر ان هو يعتمد عليه في المباريات الجايه، لكن هيكون فرصه اخيره لعدي الدباغ لو ما ثبتش نفسه. طب ما ثبتش نفسه ازاي؟ ده اللاعب جاب جون، لا عدي الدباغ لاعب تقيل ما بيعافرش على المرمى. فبالتالي شفنا اول ما عمر ناصر نزل عمل اداء كويس جدا جدا، فبالتالي ممكن تلاقيه اساسي بنسبه 50% او بنسبه 30%. ممكن تلاقي عمرو ناصر اساسي مع نادي الزمالك امام الاسماعيلي، لكن حاليا اللي هيكون اساسي هو عدي الدباغ. لكن عايز اقول لك ان عدي الدباغ مش هياخد اكتر من 45 دقيقه، بعد ال 45 دقيقه دول هينزل عمر ناصر وهيلعب مع نادي الزمالك. لو ثبت نفسه هتلاقيه مع الزمالك اساسي في المباريات المقبله. وبكده تكون خلصت حلقتنا، فعايزك تتوقع المباراه هتخلص كام وشايف ان التشكيل ده هيكون الانسب للمباراه، ولا عندك تشكيل تاني؟ اكتبه في التعليقات. ما تنساش الاشتراك في القناه واللايك. السلام عليكم.